فطارنا ليلة النص من شعبان يا جماعة، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب ان شاء الله. وهنعمل النهاردة فطار جميل جدا، فخليكم معايا كده. هنعمل كذا حاجة دلعهم بقالي كتير ما عملت لهمش اكلة حلوة، نعمل لهم النهاردة كده أكلة جميلة. فخليكوا كده معانا ونشوف احنا عملنا ايه، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة هنقول بسم الله كده، وهنعمل الخلطة بتاعة الفراخ دي. بصلاية، قرن فلفل، طماطمتين، جزراية. هنحط ملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ، وهحط كمان ورق لوري وحبهان، وهنضرب كل ده في الكبة. وانا حشيت اسمه ايه، حشيت حلة كرنب صغنططة وحلة ورق عنب صغير بس. وتبلت الفراخ بتاعتي، واول ما المية غلت نزلت على طول بالفراخ بتاعتي. المية بتاعت الفراخ فيها ملح وفلفل، وفيها ورق لوري وحبهان، وكمان بهارات فراخ وملح وفلفل. وهنا عصقت اللحمة، طبعا بنعصجها بالطريقة العادية. وده طبق كرنب طلعته من الفريزر. استنوا بقى الفيديو الجاي، عشان الفيديو الجاي برضو مهم جدا ومهم جدا لرمضان، ولازم تعملي كده ان شاء الله بإذن الله. طبعا الخلطة دي كانت عندي في الفريزر. اي خلطة بتفيد عندي يا بنات. الخلطة بالرز، اوعي تصدقي حد يقولك لما الرز بيقعد في الفريزر بالخلطة بيحصل له ومش بيحصل له. والله العظيم انا طلعته من الفريزر، سبته يفك تماما، مش انا اللي فككته وبس. وحشيت بقى ورق عنب، وحشيت حلة صغنطة ورق عنب وفلفل، وحلة تانية كرنب. طبعا احنا هنا بنسقي الكرنب بس مش بنغطيه بالشوربة، يعني بتخلي الشوربة تحت اول سطر كده. ونفس الموضوع الورق العنب برضو، بس الورق العنب بنكتر له شوية بس. تعالوا بقى نشوف حشوة السمبوسة المميزة. حتة جبنة قريش، عليها جبنة موتزاريلا او مشكل جبن او جبنة رومي او جبنة براميلي او اي نوع جبن انت عايزاها حطيها في السمبوسة. وشوية خضرة من الفريزر. انا طبعا الخضرة دي بتكون عندي في الفريزر دايما باستمرار. وعملت شوية دقيق بمية كده علشان اقفل بيهم السمبوسة. طبعا في بنات كتير مش بتعرف تلف السمبوسة، يعني السمبوسة بالنسبة لها في مشكلة. والله طريقتها سهلة جدا، وزي ما انتوا شايفين بتتلف كده بطريقة سهلة جدا وبسيطة وما فيهاش اي حاجة. وبنقفل بالدقيق. طبعا رنا هنا بنتي، يعني بصوا، رنا حابة توريكم ان هي بتعملها. وخلاص حشينا السمبوسة، شايفين شكل الشوربة يا بنات؟ جربوا الخلطة بتاعة الفراخ دي، بجد تحفة. هنا بقى هنجيب شوية شوربة نصفيهم كده او منصفيهمش عادي، ونحط فيهم معلقتين سمنة. ونجيب بقى الرقاق الطري، انا بعمله بالطريقة دي بيطلع تحفة يا بنات. بتحطي 4 رقات تحت واربع رقات فوق، واربع ورقات تحت واربع ورقات فوق، وفي النص طبعا لحمه. وممكن تعملي رق رقاق ورق لحمه. وبعد كده بعد ما بتخلصي ال8 رقات، 4 تحت واربعة فوق واللحمه في النص، تحطي معلقه سمنه، وممكن كمان تبليه بلبن. وتقطعيه بقى بالطريقه العاديه، وتدخليه الفرن على درجه حراره 250. وان شاء الله لو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم عشان الكل يستفيد. طبعا المحشي يا بنات، بصوا انا هنا السمبوسه دي عاملاها في الاير فاير، هي والحته الفرخه ليا، والسمبوسه التانية حمرتها في الزيت. بس السمبوسه نوعها مش حلو بصراحه. هنعمل السمبوسه ان شاء الله مع بعض. بصوا هنا غرفنا المحشي، الورق العنب والكرنب. والفراخ هنا انا دهنتها صلصه وبهارات فراخ وملح وفلفل وشويه زيت، ودخلتها الفرن. ده شكل الاكل معانا، ودي شكل السمبوسه اللي متحمره في الزيت، ودي شكل السمبوسه اللي متحمره في الاير فاير، ودي شكل الرقاق. والنور قطع يا جماعه زي ما انتم شايفين.